terremoto, al terremoto inicial o el más fuerte, sí que se espera una réplica. Y ahora bien, esto es muy interesante porque esta réplica puede aparecer no en exactamente la misma zona. Y además de todo esto, podría aparecer no de cara a los próximos días, sino meses después y ser incluso más fuerte que el primer terremoto. ¿Puede incluso afectar a la península ibérica, al sur de la península? Así es, podría afectarnos también a nosotros. Vale, ahora bien, pues esto... entonces te voy a... واش غنقولوا لكم هكا تشوفوا حالتنا في تيزينتاس هادشي هي الاسعافات ديالنا باش نهزوا الميتين هنا دابا هذه هي حالتنا لا اله الا الا الله وانا الى راجعون احنا مكرفسين لا لا الله الله ياخذ ما شفنا لا السلطه لا والو ما كاينش وراجعوا كيصوروا فينا نسمع من الفوق لا اله الا الله لا اله الا الله والله يا خوتنا المغاربه غير اللي تقيسكم تقيسنا والله العظيم رانا حاسين بكم وربي معاكم واللي ماتوا ربي يرحمهم وربي يرزق اهلهم الصبر والسلوان وربي ان شاء الله يجوز عليكم هذه المحنه وان شاء الله شده وتزول والجزائر والمغرب خاوه. السلام عليكم مشاهدي الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى. نتمنى نلقاكم في صحة جيدة كما العادة. لا زلنا في حداد على وطننا الحبيب وعلى الفاجعة التي ألمت به، لكن اليوم كذلك في خبر عاجل وحصري. يؤكد المعهد الوطني للجيوفيزياء أن ضربة زلزالية جديدة تضرب مراكش بقوة 4.5 على سلم ريكتر. كذلك الخوت بأن السلطات الإسبانية وحتى القنوات المحلية هنا في إسبانيا والخبراء الخبراء الجيولوجيين يؤكدون بأن الضربات الارتدادية ستتواصل في المغرب وممكن أنها تبقى لعدة أشهر، حيث أنهم يؤكدون الخبراء الإسبان بأن الارتدادات الزلزالية اللي غادي تبدا توقع كذا يعني كل يوم ممكن أنها تكون أقوى من الضربة الأولى. نتمنى من الله عز وجل يلطف بنا وبالمغاربة وبإسبانيا وبالجميع. نتمنى من الله عز وجل أنه يرفع لنا هذا البلاء. لكن إسبانيا بدأت في تحذير الإسبان وفي تنبيههم كيف التعامل مع الضربات الزلزالية اللي ممكن توقع في الأيام القادمة، لأن إسبانيا أخذت الموضوع على محمل الجد. وكذلك كنتو كتعقلوا على التنبيهات اللي كان قدمها العالم الهولندي بشأن هذا الزلزال هذا، اللي قال كان من المفترض أنه يضرب في إسبانيا. لذلك أن إسبانيا الآن دخلت في خوف ورعب وبدأت كتحضر يعني لضربات زلزالية قادمة. إذا الخوت كذلك غادي نتكلموا على بعض الأخبار اللي يعني انتشرت ديال بعض الجزائريين اللي مشاو للحدود كيحتفلوا، لكن أنا أقول ليست هي هذه صورة الجزائر. وكاين يعني الآلاف ديال الفيديوهات ديال الشعب الجزائري وهو يتضامن ويبكي بحرقة على خوتو في المغرب. كذلك الخوت غادي نتكلموا على التضامن الدولي اللي شهدوا يعني المغرب. كذلك اخوت غادي نتكلموا على الصور اللي مازال الحال الى حد الساعه. نحن نقدر جميع التحركات ديال الجيش المغربي الكفؤ وديال جميع المصالح يعني التابعه للوقايه المدنيه والانقاذ والفرق الانقاذ عامه اللي كتنفذ التعليمات الملكيه بدقه. لكن هناك صور الى حد الساعه وفيديوهات كتخرج راه كتحشمنا، والله حتى كتحشمنا. راه باقي لحد الساعه الناس كيقول لك باقي ما وصلناش الماء، باقي ما وصلناش الماكله في اعلى الجبال. راه لحد الساعه باقي الناس مليوحين في مراكش. فينا هما الخيام وفينا هما يعني الناس علاش تنعس. حقيقه باقي كتوصلنا الان صور رسميه في جرائد رسميه ديال المغرب. اذا الخوت نبداو على بركه الله بالخبر الاول. هو المغرب مره اخرى ضربه زلزاليه يعني بقوه 4.5 كما كنشوفوا. اعلن مرصد الزلزال الاورو متوسطي صباح اليوم، هادشي اليوم، تسجيل هزه ارضيه بقوه 4.5 درجات على سلم ريكتر على بعد 80 كيلومتر جنوب غرب مراكش، وذلك عند الساعه 9 صباحا. وشهدت ضواحي مراكش هزات ارتداديه متتاليه تراوحت بين 2 و4 درجات على سلم ريكتر منذ زلزال الجمعه العنيف الذي وصلت قوته الى 7 درجات وخلف الآلاف الوفيات والإصابات. إذا الخوت الخبر هو رسمي وحصري بأن مراكش والنواحي، لأن بؤرة ديال الحوز تما فين كيضرب الزلزال وما زال غادي يضرب مرة أخرى ومرة أخرى. لذلك ندعو من الله عز وجل السلام والعافية. هذا هو الحل الوحيد، هو الدعاء، لأن القوة بيد الله عز وجل. راه ما يقول لك شي واحد راه زعما كاين شي حل. هذا الحل هو الوقاية، هو أنكم حاولوا انكم يعني تجيبوا يعني سويعات برا. الناس تحاول انها
تجلس في الباركيات في الجرادي في هذا، من الاحسن الى حين انهم يطمنونا الخبراء ويقولوا لنا راه ما كاينش يعني ضربات يعني اكثر. وخاصه الخوت شوفوا بان اسبانيا، نخليكم مع الروبورتاج، بدات كتحضر الاسبان من ضربات زلزاليه توقع في المغرب في الايام القادمه وغادي تضر بها حتى اسبانيا. خليكم مع الروبورتاج ونرجع لكم. En estos momentos se contabilizan en Marruecos. Marta, el Instituto Geográfico Nacional está avisando, se prevé una fuerte réplica, como de 5,5 de magnitud, para las próximas horas. Así es, de cara a las 24 horas posteriores al primer terremoto, al terremoto inicial o el más fuerte, sí que se espera una réplica. Y ahora bien, esto es muy interesante porque esta réplica puede aparecer no en exactamente la misma zona. Y además de todo esto, podría aparecer no de cara a los próximos días, sino meses después y ser incluso más fuerte que el primer terremoto. ¿Puede incluso afectar a la península ibérica, al sur de la península? Así es, podría afectarnos también a nosotros. Vale, ahora bien, pues entonces te voy a preguntar, Marta, ¿qué hacer, cómo actuar si empezamos a notar que el suelo tiembla bajo nuestros pies? Claro, primero, imaginémonos que estamos en casa, no salir fuera. Una vez que estamos en un sitio fijos, vamos a intentar primero agacharnos, protegernos la cabeza y buscar resguardarnos debajo de una mesa, por ejemplo. Vale, me detengo ahí, perdona. Si estamos dentro, nos quedamos dentro. Si estamos fuera, nos quedamos fuera, porque todas las personas con las que hemos hablado nos han contado que salieron del edificio. No deberían haberlo hecho. No deberían haberlo hecho. Bueno, a ver, en estos casos, cuando la infraestructura es como la que tienen en Marruecos, claro, en ese sí caso que es lo mejor. Vale. En nuestro caso, si nos pasase aquí, mejor no salir, porque de la que estamos saliendo no sería raro que se cayese pues alguna pared, Una por cornisa, ejemplo, exactamente, vale, y que nos pudiese afectar. ¿Y si estamos en el exterior ya? Pues ir a una zona totalmente abierta, es decir, nos vamos a alejar de árboles, de edificios, por ejemplo, de tomas de corriente también. Vale, de acuerdo. Bueno, pues estos son algunos de los consejos. Marta Barboya, muchas gracias. نعم الخوت، كما شفتوا في الروبورتاج بان اسبانيا فعلا اخذت الموضوع على محمل الجد، لان غادي نعاود نذكركم فقط بالعالم الهولندي اللي كان حضر تركيا من الزلزال وتاي ما توقعتش ليه، وفعلا ضرب في تركيا وخلى 50,000 قتيل، وكذلك في سوريا. الان كان هذا العالم هو نفسه قبل اسابيع حذر الاوروبيين وحذر اسبانيا بالضبط من ضربه زلزاليه غادي توقع في هذا الشهر اللي هو شهر 9. هو قال بان غادي يضرب في اسبانيا، لكن التوقع ديالو يعني شيئا ما كان نسبي، لكن وقع الضربه الزلزاليه وقعت في المغرب، يعني ما بعيداش بزاف على اسبانيا. لذلك الان اسبانيا بداو كينشروا داك الفيديو ديال داك العالم وخداو على محمل الجد، والخبراء الاسبان دخلوا على الخط واكدوا بان الضربات الارتداديه ديال الزلزال اللي وقع ديال الحوز غادي يبقى يضرب. راكم شفتوا اليوم هو راه ضرب اليوم 4.5 يعني مرة أخرى في مراكش، ويؤكد العلماء الإسبان بأنه غادي يزيد يضرب يعني في الأيام القادمة، وقالت وكيقولوا الخبراء بأنه ممكن يطول لأشهر ويبقى يضرب. والخطير في الأمر والصعيب الخوت اللي زاد خوفنا مرة أخرى اللي هو العلماء كيقولوا بأنه ممكن أنه يضرب بقوة أكثر، ماشي ببعض الشائعات اللي كتخرج في فيسبوك وشي لي باج كيقول لك صافي دابا راه ضرب ب7 غيبقى غادي هو كيهبط. ممكن يبقى غادي كيهبط، ممكن يوقف، هذا امر الهي. ممكن بانه تزاد القوه ديالو، ممكن انه يعني يضرب اكثر. نتمنى من الله عز وجل انه ما يعاودش يضرب يا رب العالمين يا رب. لكن الخبراء خصنا ناخذوا بمحمل الجد الخبراء اش كيقولوا الجيولوجيين لا ديال امريكا اللي اكدت بان ممكن غادي تكون ضربه في البحر وممكن توقع تسونامي ما بين المغرب وما بين اسبانيا. كذلك يعني الخبراء الاسبان كيأكدوا بان ممكن توقع ضربه قويه في المغرب، ممكن انها توصل الارتدادات ديالها حتى هنا في اسبانيا. كما شفتوا في الروبورتاج بداو كيحضروا الاسبان كيقولوا لهم الا جا الزلزال في الايام القادمه هنا لاسبانيا كيفاش تعاملوا، تخشاو تحت الطابله اللي كنتو في الدار، حاولوا بانكم تبعدوا على شي حاجه غادي تطيح عليكم، حاولوا انكم يعني الا كنتو قراب تخرجوا للشارع، حاولوا انكم ما توقفوش حدا الشجر، ما توقفوش حدا لي بوطو. الا كانت السياره حاول بانك الا كنتي فوق شي بوين تخرج منها وباركي ووقف. يعني بداو كيعطيوهم التعليمات كيفاش انهم يتعاملوا، لان خداو يعني التوقعات ديال الجيولوجيين على محمل الجد. لذلك نتمنى بان كذلك في المغرب بان ياخذوا على محمل الجد هذه الارتدادات اللي كتوقع. هو اليوم ضرب 4.5. الحمد لله اليوم يعني ما كاينش شي وفيات جديده الى حد الساعه. مازال كيجبدوا غير الوفيات القديمه اللي هي وصل العدد الى حدود الساعه 2037 تقريبا 2037 حاله وفاه الى حدود الساعه. مازال بعض الضواوير كيجبدوا فيها الناس، كيجبدوا بيديهم، كنشوف فيديوهات كتضرنا.
رغم ان زعما راه جميع دول العالم تضامنوا مع المغرب. اسبانيا من هنا مسيبيه صيفطات العشرات ديال القوات ديال الوقايه، كذلك ديال الاسعاف والوقايه، كذلك يعني السنغال، جميع فرنسا كتسنى. فرنسا الرئيس الفرنسي اليوم ماكرو خرج قال لك انا كنتسنى المغرب يوافق ليا باش ندخل نعاونو. ما فهمتش انا علاش المغرب باقي ما وافقش. كذلك الجزائر قالت لك كنتسنى المغرب يوافق. فتحوا لكل شيء. نحن الان في جائحه، نحن الان يهمنا الروح البشريه، نحن الان كيهمنا اننا نعتقوا خوتنا اللي تحت الانقاض. ما كتهمنا حتى شي حاجه اخرى، ما كتهمنا لا السياسه لا والو. الان خصنا نرتفعوا كاملين ونوقفوا مع الروح البشريه، خصنا نعتقوها وصافي، ونتقبلوا جميع من مد لنا يد العون. لكن الخوت الى حدود الساعه كيوصلوا امور رسميه في القنوات الرسميه، والله العظيم اللي كضرنا في قلبنا ملي كنشوفوا في حال هاد الصور هذه. باقا كيقول لك بان الاهالي مازالين ناعسين في القرى هكا طايحين. فين هما الخيام وكذا؟ باقي ما وصلوش بزاف ديال المناطق. هذا الشيء راه ماشي كنقولوا انايا الخوت، ها انتم كما كتشوفوا في الصوره، شوفوا في الصوره. يعني مازال الان العشرات او الالاف ديال الناس في مراكش، عفوا من عشرات الاف ديال الناس يعني مازالين ناعسين في شوارع مراكش. فين هما الخيام؟ فين هما يعني المناطق اللي مشاو لهاد الناس؟ خصنا هذا الشيء يبان لينا. خصنا العالم الان كيتبع المغرب، العالم اليوم كيتضامن مع المغرب، العالم اليوم باغي يعاون المغرب. ما ديروش لينا داك الكوارث اللي كانوا داروا بين قوسين في الزلزال ديال الحسيمه، اللي كانوا خرجوا لنا فيديوهات ديال التصريحات ديال الناس كيقول لك وحنا ما وصلنا والو، ما وصلتناش حتى منطقه، واحد قدها المقدم حق قدها كذا. ما بغيناش هذا الشيء يتعاود. تعليمات ملكيه كانت صارمه، عتقوا الناس، واللي طاحت له شي دار تعوض ليه، واللي الماكله خصها توصل للجميع. لكن الى حدود الساعه باقي كنشوفوا يعني اخبار تكدرنا اكثر من الفاجعه اللي حنا فيها. فلذلك نتمنى بان الجميع يوقف، يعني يوقف على ويطبق التعليمات ديال جلاله الملك، ويطبق يعني الروح الوطنيه خصها تبان. شوفوا الخوت، عائلات تقضي ليله ثانيه في العراء بمراكش. علاش في العراء؟ علاش ديك الكلمه العراء تكون؟ علاش ما تكونش نعم سيدي في خيام وفي اكل وشراب وصافي تدخل الجيش وجات المساعدات من برا والشعب المغربي تا هو الضامن شفنا الحمد لله الشعب المغربي كلشي مشى كيعطي الدم ديالو كلشي. الان كاين يعني طابورات على الناس باغا تبرع بالدم ديال اغلى شيء هو الدم. وبغينا فين هما المسؤولين؟ خرجوا لنا الميزانيات وخرجوا لنا كذا، حشموناش مع العالم اصاحبي. يكفينا الصور اللي كتوصلنا ديال الهدم ديال ديور مساكن بنيين بالحجر، واحد طايح عليه حجره. فينا هو تنميه العالم القروي، وفينا هو ولكن ما نقولوش ماشي هو هذا الوقت، نخليو من بعد وغادي نبداو نجبدوا هاد المواضيع هادو، لان عيب وعار. راه حتى الفيديوهات اللي كيخرجوا الناس العالم كيقول لك شو ما ضد الديور ديال المغرب وشو ما ضد الديور ديال المغرب، راه عيب وعار الخوت، اقسم بالله لا عيب وعار. حشومه كاع. انا الان في باديه، انا الان جيت البويبلو، انا الان في باديه عروبيه. تخيلوا مثلا في هذه المنطقه هذه نتمنوا بانه ما يضربش الزلزال، ولكن تخيلوا والله العظيم شوفوا البني كيفاش داير. غنحاول الخوت نقلب لكم الكاميرا وسمحوا لي. شوف راني في باديه، انتم الزيتون وهذا، راني الان جالس في عروبيه هنا في اسبانيا، جينا كنقضي واحد الليالي. شوفوا الخوت شو الدار كي دايره، شو الديور اللي هي كي دايرين، شو البويبلو كامل، ولا دار مبنيه بالحجر ولا دار مبنيه بالطين. عيب وعار صاحبي. شوفوا شو الدور كيفاش مبنيين، شو حتى الكراسي هنا في البويبلو كي دايرين. شو هذا عروبيه، الزيتون والخلا والقفار، الزيتون والخلا والقفار. شوفوا الديور في البوادي كيفاش دايرين هنا في اسبانيا. الى حد الساعه فين هو المخطط الاخضر، وفين هو تنميه العالم القروي، وفين هو حشومه صاحبي. باقي كيوصلوا لنا فيديوهات الان من المغرب ديال الناس مخنوقه بالتراب. واش الدار مبنيه بالتراب؟ فين هو الدعم وفين التنميه البشريه وفين والو، ما كاين والو. حتى رئيس الحكومه عباد الله، رئيس الحكومه عزيز اخنوش، العالم الان كيضحك والعالم عز المغرب. ورئيس الاسرائيلي اللي كتقولوا الصهاينه عز المغرب في اول ساعاته، خرج وخلى جميع الاشغال ديالو وخرج وعز المغرب وعز الشعب المغربي. تخيلوا ان رئيس الحكومه، وانا كنتكلم معكم قبل من 30 دقيقه عاد خرج كيعجي الشعب المغربي. هانتوما الخوت باش تقولوش كنكذبوا ولا شي حاجه. هاي شوفوا شحال في الساعه، شوفوا النهار امتى، اسبريس هذه. عاد خرج رئيس الحكومه عزيز اخنوش كيعجي في الشعب المغربي. وعباد الله وتبوا الرئيس اللي كنقولوا الجزائر كيعادينا وكذا، عز المغرب في اول الساعات. العالم رؤساء العالم عزوا المغرب في اول الساعات، وعزيز اخنوش عاد سالا
باش انه يخرج. وفاش عزه غير في انستغرام ديالو، غير في الانستغرام ديالو. فين هي انك تمشي وتوقف على الناس؟ هنا في اسبانيا ملي وقع البركان في كنارياس، الملك الاسباني مشى ورئيس الحكومه بيدرو سانشيز مشى قريب منه الزلزال، مشى الزلزال منه البركان تقريبا بقات شي 20 متر بحال هكا، واقف حدا البركان كيشوف الديور اللي تحرقوا والضحايا، وقال لي معوض وكلشي حتى واحد ما يبقى. اردوغان ملي وقع الزلزال ومشى بيديه كيوقف الوزاره كاملين، خلي الوزاره راه ما كينعسوش، وممنوع شي وزير في تركيا اثناء الزلزال يطفى التليفون ديالو. اللي طفى التليفون ديالو وما جاوبش يتقال يمشي في حالته، ما عندنا نديرو به. حنا الوزاره ما خرج ولا واحد اصاحبي كيتكلم، ولا واحد كيعزي في الشعب المغربي رسميا هكذا بشخصيته ويخرج وهذا، ولا رئيس الحكومه. اش بغينا بك انت رئيس الحكومه اللي ما توقفش مع الشعب المغربي غير على انظار العالم؟ بعد العالم الان كيضحك كيقول لك فينا هو رئيس الحكومه، فينا هو رئيس الحكومه اللي انتخبوا زعما الشعب وكذا. اش من انتخابات؟ حنا عندنا الملك جلاله الملك نصره الله في البلاد، هو اللي كيعطي التعليمات وكذا، ولكن فينا الحكومه. حنا باغيين الناس اللي يصوتوا عليهم، الناس حنا بغينا العالم يقول لك شو رئيس الحكومه وقف على الامور ديالو ومشى وكذا وكذا. والو يلاه دابا عاد خرج دايروا حد هذا يومين والناس تحت الانقاض وعاد خارج يعز فيهم. الناس اللي تدفنوه واللي الله يرحم الجميع اللي مسكين خناز تحت الانقاض خناز. هذا رئيس الحكومه خرج انه اعطاكم واحد الثانيه باش انه يكتب يعني اعز الشعب المغربي. هذه حكومه والله العلي العظيم كانت كتحترم غير ذره في هذه الاحترام للشعب المغربي، خصها تستقل، خصها تقدم الاستقاله ديالها. هذه حكومه العار اقسم بالله. دار الاخوان نكتفوا بهذا القدر، احبكم في الله. بارطاجوا الخوت، بارطاجوا اللايكات على وسع النطاق، خليونا الاراء ديالكم، البارطاج الله يجزيكم بخير باش توصل المعلومه الى الجميع. احبكم في الله، كان معكم اخوكم مصطفى البردي، الى اللقاء. واش غنقولوا لكم؟ هاكا تشوفوا حالتنا في تيزينتاس، هادشي هي الاسعافات ديالنا باش نهزوا الميتين هنا دابا. هذه هي حالتنا، انا الا الله وانا الى راجعون. احنا مكرفسين، لا الله الله ياخذ. ما شفنا لا السلطه لا والو، ما كاينش. وراجعوا كيصوروا فينا، نسمع من الفوق. لا اله الا الله. لا اله الا الله.